طبيبة جزائرية مقيمة بفرنسا تكشف عن فيروس جديد وعن أعراضه وأسبابه المحتملة. شوفوا الفيديو. الفيروس الجديد اللي راه يدور مؤخرا في الجزائر وحتى هنا في فرنسا وفي جميع انحاء العالم، اللي الاعراض نتاعه يعني راه خطير جدا. الاعراض نتاعه هما حمى في جميع الجسد وخاصه في الراس، دوخه، يكون يعني دي فوميسمون، تقيؤ، ولي كورباتور، ويكون تاني لا دياري وكاع. ما كاش فيه سعله ولا مي هادو هما الاعراض اللي راهم الناس تعاني منها، ولا فيبليس سورتو، يعني اللي راه يقبض راه يعطيه طريحه يرقد الفراش 5 ايام على الاقل، كي يدخل للدار الناس كاع طيح به. اذا حذاري منه. الاطباء راهم يقولوا السبب نتاعه الاول هو دليع، قالك والماء، وتاني البحر ولا بيسين. هادو هما الصوالح اللي راهم ينقلوه، اللي راهم شاكين يعني فيهم سبب انتشار سريع لهذا الفيروس، وهو متحور من الفيروس اللي كان في 2019 2020، يعني اللي عانت منه البشريه. وصراحه راه صعيب جدا الانسان باش يشفى منه كي يدخل للجسد. قولوا لي نتوما لافت عليكم هذا الفيروس، عافانا الله واياكم، كيفاش تعاملتوا معاه والحالات الاعراض نتاعكم اللي جاتكم به.